دكتور بنت خالة ضعيفة وعندها عرس قريب، راحت أخذت إبرة ديكادرون وديكسين حتى ينفخ وجهها ويصير يعتقدون. فعلا تغير شكلها بس قامت تعرق وضغطها صعد. شنو اللي صار؟ خل أجاوبك الجواب. اللي صار وياه هذا مو سمن حقيقة، هذا سمن كاذب. الديكادرون هو عبارة عن كورتيزون قوي، وظيفته الأصلية علاج التهابات وحالات مناعية، مو للتجميل ولا يم التجميل. هذا الدواء شو يسبب لي؟ يسبب لي حبس سوائل، خصوصا بالوجه، بالتالي صار عندي شلون انتفاخ بالوجه مثل الوجه القمري يسمونه المون فيس. اثنين، يرفع ضغط الدم، يرفع سكر الدم، يضعف المناعة، يسبب تعرق وخفقان. يعني النفخ اللي شافته مجرد ماي متجمع تحت الجلد، مو لحم ولا زيادة وزن صحية. والأخطر إذا تركته فجأة، يعني يصير ترهل بالوجه، تطلع خطوط بالبشرة، يرجع جسمها أضعف من قبل، لأن الكورتيزون يخبص ويخربط الهرمونات. الديكادول ما يسمن، هو ينفخ مؤقتا وبس، وراها مشاكل صحية كلش هواي. الكورتيزون لازم ينوخذ فقط بوصف الطبيب والمرض حقيقي، مو حتى نغير شكلنا للعرس أو مناسبة.